الكلام القلب ما بيقدمش. عنيف. وحشني. عامل ايه يا عنيف؟ اخبارك يا حبيب قلبي؟ انت عامل ايه؟ والله كله تمام. الساحل عامل ايه؟ اهو مولع الدنيا. وانت كنت هناك ورجعت لنا. انت شايف انا مسمر ازاي؟ بس امور في جميع الحالات. اه والله جيت لك مخصوص بصراحه عشان انت عزيز على قلبي. والله يا زرد، يعني أنا بعزك جدا. حبيبي. وكان يهمني جدا ان احنا نقعد القعده بتاعتنا دي. فانا سمعت بقى ان الساحل بقى قفل بعد انت مشيت، قال لك زردق مشي نسك بقى. لا، ما انا اديتهم بس بريك شويه. ريحوا. ريح. ريح شويه وراجعين تاني ويجي دايز بس. زردق، انا اول مره كنت اشوفك، انا كنت يعني اول مره عرفتك كان في سباق اي دي سي، كان في دريم بالليل. بالظبط. انا ما كنتش بذيع السباق ده، تمام. بس كنت واقف بره وشايف عربيه اي 92 ام سوبر تشارج، والعربيه مدغدغه الدنيا وفيها حد انا ما اعرفش مين. انا بقى عارف الاسامي اللي كانت رامي، هيثم، في كام اسم كده معروفين. وبعدين قال لك ايه زردق، مين يا جدعان زردق ده؟ خطير ده، ايه ده الجمدان ده؟ قال لك ده جاي بقى وده اللي جاي وبتاع. وفي اليوم ده تقريبا عملوا في اخر اليوم توين دريفت او حاجه، وانت ساعتها خدت فيه بوديوم. كان توين دريفت على قدهم كده، بالظبط. كان صح؟ لسه ده كان بدايه اللي لسه بنقول يا هادي في الموضوع التوين دريفت في اه. مصر. بعد كده عرفت بقى ان انت ايه، قصتك من الاصل، انت ما كنتش من القاهره. لا مش من القاهره. انا اصلا مش شرقيه. مش يعني الناس الكرمه. حبيب قلبي. انا اصلا شرقيه بس جامعتي كانت في القاهره. فمن 2008 وانا قاعد في القاهره. اه. بس فكانت هي دي البدايه يعني. كان معاك عربيه ميني؟ معايا ميني كوبر 2008. تمام. كانت كوبر اس دي اول عربيه انا جبتها. تمام. وبعد كده تحب العربيات طول عمرك؟ طبعا. طول عمرك. يعني من وانا عيل صغير. الجو اللي انت تاخد العربيه وتقلبها من باباك بقى وتقعد تجري كنت تسرق المفاتيح؟ طبعا. ده مفيش حد ما عملش كده. والباشا الكبير كان بيعمل ايه؟ كنت برجع اغطيها له زي ما كده عشان ما حدش ياخد باله. وما كانش بيعرف؟ لا كان الحمد لله عشان هو كان على طول مسحول في الشغل وبتاع. فما كانش بياخد باله. يعني هو بيعرف دلوقتي مننا؟ بالظبط. خلاص ولو بقى اي حاجه كبرت. حصلت كنت اسيبها بقى اقول له ايه والله. يعني تقريبا الناس اللي عندنا هم اللي عملوا كده مش انا. اتخبطت بقى، انت هم مالكش دعوه. الله اعلم. هو كنا تحت البيت مثلا. فبس شوف تقول له شوف يا اخي، الناس اللي ما عندهاش ضمير بالظبط. خبطوا العربيه بتاعتك وبتاع. ايوه وعمل تخيل. كده. ايوه فكنت طفل مشاغب. وبعدين انا فاكر بقى كنت في مره انا وانت وهيثم كنا مسافرين الملاهي في اسكندريه. بالظبط. انا كنت قاعد ورا. انا بقى فاكر القصه دي بقى عشان أي. انت بتقول انا كنت بعدي في المرغني اشوفكم واقفين واقول ايه العيال السيس دي. أي. مش فاكر البق ده. أي. ولف الزمن وانضميت لشله العيال السيس بقى. بالظبط. يعني بقيت بقى هيثم والناس دي. ادمان. هو الموضوع بتاع حب العربيات ده عامل زي ان انت تبقى مدمن في القصه دي. فهو الموضوع حب من زمان. على قد ما انت كنت بتشوف الناس دي وانت عيل صغير ان انت يا الناس دي بتروح وبتيجي وبتعمل، فانت خلاص بقى عايز تفهم الكوميونتي ده ماشي. كنت حاسس ان انت اجمد منهم؟ يعني انت في نظرك بقى باصص لهم بص انا اكيد اجمد؟ لا بصراحه عمري ما كنت بشوف لحد ان اقول بيني وبين نفسي لا انا اجمد او كذا. انت كنت بتحب، عندك حب استطلاع. في حاجه عايز تعرفها، عايز تشوفها، تشوف الناس دي عم تعمل ليه كده، الناس دي وصلت لفين. فالحمد لله ان الواحد يعني قادر ان هو يكتسب خبرات كتيره من الناس في المجال ده كتير يعني. وسبحان الله يعني يا زردو، انت علاقاتك بالناس اللي حواليك لما بشوف يعني هشام وهيثم والناس اللي رغم ان انتوا المفروض ان انتوا في الواقع بتنافسوا بعض بالظبط وتخشوا تدغدغوا بعض ده جوه، حقيقي. لكن بره يعني اخوات التراك يبقى وحبايب. مولع وواقفين بره في البارك فيرميه حاضنين بعض وبتحكوا وبتتكلموا وبتاع بالظبط. سبحان الله، دي علاقة ظريفة بص جدا. هو دي احسن حاجه اللي انت ما بنعرف نفصل. احنا في تمام. الاول وفي الاخر صحاب واخوات وحبايب. السباق بيقعد دقيقه دقيقتين. تمام. بس الصحوبيه بتقعد اكتر. طبعا. والعشره بتقعد اكتر. فما ينفعش ان احنا نبقى منافسين ونيجي مع بعض. لا نحس ان ان التنافس ده بيأثر علينا. اللي بيحصل مع الاشخاص دي اعتقد تبقى يعني شخصيتها ضعيفة شوية. مش واثقة في نفسها. وممكن يبقى واخد الموضوع على محمل الجد، الله اعلم. بس انا بحس ان ده هو انتوا مش جد صح. يعني؟ انت لما بتنزل بتسابق بجد؟ بالظبط انا قصدي كده يعني جوه السباق شخصيه، بره السباق شخصيه، بس ما ياثروش على بعض. تمام. في الاول وفي الاخر الرياضه دي اخلاق وروح وتشجيع. وكلنا في الاول وفي الاخر بنتنافس على حاجه مدتها دقيقه دقيقتين جوه التراك وبتحبوها سوا. بالظبط. كله مجتمع على حب الرياضه دي ومجتمع عليها. وفي الاول وفي الاخر التوفيق من عند ربنا ومع الحظ مع شويه ترتيبات كله هتكسب. اما هو كلها في الاخر كلها ابطال وكلها بتسوق
وما اعتقدش انها تقدر تأثر على الحياة الشخصية يعني. ده جميل قوي. انا عايز ارجع بقى معاك من البدايه. انت دلوقتي كنت سايق العربيه الميني بتاعتك وشايف الشباب بتوع المرغني وبتاع. بالظبط. ايه بقى اللي حول المسار من انك سايق عربيه ميني كوبر اس انك تجيب عربيه خلفي والعربيه تبقى عربيه دريفت وتنزل بيها سباقات؟ ايه الموضوع ده جه ازاي؟ رحلة طويلة شوية، بس يلا بينا القصه بقى. بص، انا جبت العربية الميني كوبر دي في 2008. كنت لسه بقى داخل الجامعه جديد بقى صغير. جامعة بقى جديد وبتاع وكده، بس كنت على طول بشتغل من وانا في 2008 دي. شغل العيله بقى. العيلة، ومع برضو ايه اللي هي بتاعت اي واحد في الجامعة لسه طالع، يعمل بلاي ستيشن، بلياردو، الحاجات اللي هي تفاصيل اللي مع اصحابك بتعملها ايام الجامعة دي وبتاع. تمام. كنت بحس ان الجامعة لا مش مفيداني اكتر من الحياة العملية والعلاقات والحرفيين والقصص دي. تنزل في السوق بنفسك. بالظبط. تمام. فلما نزلنا في السوق من 2008 بقى، وقعدنا نكتسب خبرات وحرفيين ودمشق ومرغني ونطلع سفريات وتراك السخنة. فبدأت ايه اتعرف على الكوميونتي بتاع السباقات ده، بس ما كنتش بشارك ساعتها. تمام. فبدأنا في البداية بعد ما بعت العربية الميني، جيت على 2012 بالظبط، جبت العربية الام 3 اللي هي الاي 92 دي. تمام. كانت بالنسبه لي ما بشوفها في المرغني وهي ماشيه، انا خلاص دي بالنسبه لي حلم الحياه، ودي هي دي اول لو اول اخر عربيه بقى، عارف انت تبقى ايه بينك وبين لو جبتها انا كده خلاص بقى. انا بقى مش عايز حاجه تاني من الدنيا يعني. بالظبط. فجبت العربيه وما كانش في دماغي خالص الموضوع. بس انت كنت بتبص لها على ان هي اي 92 معجب بيها، ولا انت عايزها بالموتور الام؟ لا، ام 3 اي 92 دبل كلاتش 2012. ده كان حدث في ساعتها، ما كانش فيه ولا عربيه ام 3 في مصر ساعتها. وهو ده اللي انت عايزه؟ لا خلاص دي انا تمام، وابيع العربيه دي. وقعدت ايه ظبطت مع ابويا ديل كده، قلت له انا اشتغل معاك 4 شهور زي الفل مقابل ان انت ايه تجيب لي العربيه دي وبتاع. بس والحمد لله اشتريناها والدنيا تمام، وزي اي شاب طبيعي في الجامعه بلفه بالليل والدنيا. فرق الباور بقى اول ما خدتها لبست. اول يوم خدتها لسه بستلمها ماشي، بفتح التراكشن وبعمل فيها جامد، طق في الرصيف. ده اول يوم بس. فمن ساعتها بقى ايه، ورجعت لابوك قلت له ايه؟ بصراحه رجعت قلت له العربيه فردت الكاوتش ضربت مني وانا ماشي، فحصل عدم توازن فضل خط في الرصيف. بس هتقول ايه؟ اقول له بلعب بالجنب، حصل كده، فكان هيشلوحني ساعتها طبعا. فما نفعش القصه دي معايا. بس جينا عادي، مشينا الدنيا طبيعي. كان اول سباق لما عملنا فريق في 8 تيم، كان انا وسيد واسلام ابو الحسن، وكان معانا احمد ميني كمان. احمد ميني تمام. قعدنا، دي كانت البدايات. شفنا كان سباق اللي هو كان في مراج تقريبا، كان عامله رامي سري. تقريبا ده اول. كان بالليل مش فاكر كان هو الاول ولا سباق بطولة مصر الاول. لا تقريبا بطولة مصر تقريبا. اول سباق انا شاركت فيه كان هو بطولة مصر 2014. ايوه صح، كانت 14. عربية ستوك عادي جدا، اوتوماتيك، شغل تكييف، سماعاتك الجميلة، ونزل الصبح جايب الاكسبريس ورايح عادي جدا. اشوف ايه قصة السباق ده، ولا اعرف اي حاجة في اي حاجة. تمام. حتى ايه، كنا احنا 3 ام والعربية المستنج، ولا واحد فينا عمل اي حاجة. اللي عملنا حاجة الوحيدة الله يبارك له عبده فراس، عمل لنا هاند هيدروليك. عبده فراس حط بصمة في عربيات كتير قوي طبعا، ومن زمان، وراجل يعني تعب في الرياضة دي لحد ما وصل اللي هو فيه. ومن الناس المؤثرة جدا يعني جدا. اللي هو من غيره بصراحة كان زمان الموضوع بقى صعب يعني. فبس نزلنا، كان العربية هاند هيدروليك واوتوماتيك عادي، مفيش اي مشاكل. ام اوتوماتيك مفيهاش غير هاند هيدروليك، وبالك على الستارت لاين مشغل التكييف. انت داخل تتبسط. يعني ما مش فاهم، بس شايف بقى جمهور وهيثم ومعتز واسامي بقى. كنتوا اصحابك ساعتها ولا لا يعني كانت لسه من بعيد هاي باي تمام يعني. ما برضو انا لسه عارف اول سبب بقول لك اخش وبتاع، بس هم الناس زي ما انت قلت، هم مين دول، ايه العربيات دي، ايه القصص دول، ايه الفيلم ده. فاحنا ايه قلنا نسيبها على الله ودخلنا. فجينا اول من بدايه الموضوع، جيت وانا على الستارت لاين. طبعا العربيه اوتوماتيك زي ما انت عارف مش هتقدم معاك زي المانيو. اول ما دخلت بعمل اوردر التاني، فالعربيه ايه زي ما وقفت في النص. فانا سمعت صوت الجمهور، يا عم اطلع انت جاي تقرفنا. انت هي نامت عشان اوتوماتيك فانت ما بتعرفش تدخل تكمل الاوردر، فبتنام عشان تعمل الدونتس مثلا اللي في البوكس او حاجه زي كده. فاطلع بقى يا عم ما تصدعناش، عشان عايزين نشوف الانتلاج والباور والعربيات التانية اللي بتعمل سموك وكده. من هنا بقى ابتدت نقطه التحول معايا، اللي هو مفيش انسان عاقل في مصر هيعمل عربيه ام 3 92 يحولها لعربيه دريفت.
في اياميها ده مش طبعا العربيه كانت مش مفيش الاوبشن ده. حتى كان في حتى كذا حد قال لي لا لا فكك وعربيه مش هتنفع. اكنك دلوقتي جبت بورشايه ورحت عامل عربيه دريفت. بالظبط. فكله كان معايا مش معايا في الموضوع ده. كله قال لك لا ايه الموضوع ده مش هينجح. فانا خدت الموضوع زي يعني ايه، انت خدته بقى هو بقى انا كرامتي بقى وانا هثبت بقى. انا مش هينفع ادخل واحس ان انا ايه اقل من حد، والناس شكلها حسيت ان انا ايه شكلي مش الطف حاجه، وفي نفس الوقت عجبتني يعني الاثنين مع بعض. فخدتها زي عند وخدتها كرياضه حب. وحب بقى. انا خلاص هكمل القصه دي طالما فعلا في حلبه والموضوع سيفتي، وبدل ما اللي احنا كنا بنعمله في الشارع زمان ده لا الموضوع ده احسن بكتير. انت ايه تبني حاجه وزي البيبي بتاعك كده تبنيه وتصرف عليه وتلم بقى حصاد الكلام ده. فده اللي انا عملته فعلا. جيت شفت الكتاب كان بيقول ايه. كتاب قال لك هنبدا بواحد اتنين تلاته في العربيه، في الام اللي معاك، في الام دي واحد اتنين تلاته، وهنبدا ايه سنه مع بعض. اول ما جهزت العربيه السوبر تشارجر وايس فاب سسبنشن مع تخفيف وزن بسيط وبادي كيت، نزلت بعدها الراوند الثانيه من السباق. كان الفرق حتى ما بينهم 3 شهور بالكتير قوي. اول ما نزلت خدت ساعتها تاني، وماجد اول، ورامي سر تالت. كان هنا بقى كان كار بارك، كان كار بارك لسه ما كانش بقى كانش فيش توين بقى خالص. لا ما انا مش قصدي كان في يوم كده اللي احنا قلنا فيه كانوا عملوا توين على خفيف كده ساعتها برضو رتبوكوا رتبينا، بس ده كانش برضو لسه يعني كان المين هو الكار بارك. تمام. هو كان لسه التوين ده اللي هو احنا ايه بنجس النبض فيه. ففي اليوم ده ماجد كان اول وانا تاني ورامي سري تاني. وشعورك ايه بقى ورامي سري هو معاك ده على البوديوم؟ هو ده الفكره ان انت تاني سباق ليا. حتى معايا كام صوره ليا كان شكلي عامل كده قصير، وده تاني سباق ليا تاخد تاني، وماجد اول. وماجد ده انا كنت متابعه من ايام ريد بول السخنه ومن زمان. فانت لا ما انت جاي منك اهو. ده كان الكلام اللي كان كان نظرتك عامله زي لرامي بقى؟ رامي سري ساعتها كنت والله ساعتها طبعا رامي قدوه. يعني رامي من اي حد ما حتى ما كانش يعرفه كان يسمع عنه. يعني من الشباب اللي كانت بتحب العربيات ومتابعه، وانا كنت بتابع اوتو كروس جدا. فطبعا اسم معروف جدا جدا جدا، ومن الناس اللي انا بحبها اصلا لقلبي. يعني الناس برضو من اللي اثرت في الرياضه دي جدا. وساعتها قلت لا طب ما انت حلو اهو يا معلم، في ايه كان ناقصك بس تظبط الظبط بالظبط اللي هو ايه. وما بحبش يعني بحب اسمع للناس، بس في نفس الوقت بحب الكلام اللي يساعد، ما تسيبش الكلام يأثر عليك قوي. بالظبط. وبحب الحاجه اللي عكس الواقع. تمام. يعني مش راكبه لا نركبها. مش همشي وخلاص مع اللي ماشي. نعدلها وتمشيها وبتاع. دي كانت ايه معايا. العربيه بدأت معايا الرحله من 2014 لحد اول امبارح لسه بايح. اول امبارح بعتها لحد برضه شخص حبيبي وبتاع، بس هو يعمل عربيه شارع. بعتها ايه قعدت معايا يعتبر اهو 10 11 سنه. عملت بيها كل اللي يعتبر مثلا قعدت فتره بتسوق بيها هي بس خلاص بقى. وعلى نفس التعديل اللي عملته من 2014 لحد يومنا هذا هو نفس التعديل، بس حطيت فيها انجل. لا كنت حاطط الانجل من ساعتها. تمام. من 2014 كنت حاطط الانجل. تمام. وكل حاجه كنت عاملها من ساعتها، من اول ما هو التاني سباق ده. تمام. بس وقعدنا في الرحله مع بعضينا لحد 2018. تمام. 2018 بقى نقطه تحول السيلفيا. الموناليزا 1 الموناليزا 1 اس 15. قعدت برضو في الرحله بتاعتها. ايه بقى اللي خلاك في التوقيت ده تقرر انا هسيب الام وهروح بقى للعربيات الياباني؟ بصراحه لان خلاص كنت مثلا جيت في 2018 خدت انا تاني ريد بول وهشام الخطيب كان اول. تمام. فكنت اسال فين المشكله. قال لك المشكله ان الانتلاج والسموك والصوت والحاجات دي بتحسب بوينتس اكتر على النتيجه بتاعتك. بتاثر. فانا باجي عند حته وبتريح مني يعني عايز بقى اعدي النقطه دي. فقال لك لازم تبقى العربيه فيها انتلاج ورول كيدج. وبعدين لان انتوا ما كانش فيها رول كيدج ساعتها. كنا عاملينه فك مسامير وبتاع. فقلت خلاص لازم اعمل عربيه تانية 2 جي فيها بقى انتلاج ودريفت ماشين بقى صرف بقى وتخفيف بقى وزن ورول كيدج، تشيل كل حاجه خلاص وبقى وكراسي سبارك وسباق. يعني عربيه سباق بقى بجد. تمام. ليه؟ لان انا خلاص حسيت ان انا اقدر ابقى مؤهل لده. وانت دخلت في حته احترافيه بقى خلاص. بالظبط. انت خلاص بقيت بقف على البوديوم وجبت يعني عرفت اخد اللعبه في السريع. وقلت ايه يلا بينا نبني عربيه سباق بجد. حتى قصتها برضو عجيبه الاس 15 دي.
ايه اللي حصل؟ الاس 15 دي انا سافرت قبرص، تمام. كان هناك عندي صديق ليا يعني بقضي معاه الاجازه وبتاع، فقال لي بقول لك يا معلم ما تيجي. صديق ولا صديقه؟ لا صديق، ما تدخلناش في مرمى مالناش دعوه. ماشي خلاص. والله ورحنا، ففي هناك تراك، فقال لي ما تيجي ايه نأجر العربيه، وهناك عندهم دركسيون يمين، وتعالى ايه ننزل ندرفت شويه وبتاع. رحنا، اسمها اخينا سبيد واي، حتى كان الوحيد اللي ساق عليها كان عمرو مجايفر. تمام. رحت التراك ده، فصاحب التراك ده عنده زي جراج جنبه حاطط فيه العربيات والميكانيكا والعربيات تنقي اللي عايز اللي عايز تأجرها. تأجرها وتنزل. بس العربيات عادية خالص، 2000 تربو، كسون يمين هاند، أقل من الواقع يعني، بس جاملها للإيجار. تمام. فدخلنا يا عم هات العربية، قال لك لا. فبقول له الاس 15 دي وبتاع، قال لي لا انت ما لسه بيجيننج يعني وبتاع. هو الراجل اللي هناك اه قال لي ما ينفعش، دي بتاع بروفيشنال العربيات دي، فانت بروفيشنال اياد. فانت هتاخد عربيه كانت ساعتها مش عارف اسمها ايه، مازدا مياتا ولا حاجه كده، حاجه غريبه يعني. مازدا مياتا الصغيره صح؟ لا شبه الزد بس صغننه قوي. صغننه كده وهاند وبتاع، ولازم توريني الاول هتسوق ازاي وبتاع. برضه استفزني، ما جاتش على الهواء الكلام ده. طبعا. قلت له يا باشا بتبيع العربيه؟ ناخد منك العربيه بقى كلها. بتبيع العربيه حضرتك؟ فبرضه بصت اللي قشطه ببيعها وبتاع، اي سن يك على الرقم اللي هو قاله. قلت له خلاص مبروك ايه اشتريت. انا هشتريها، وادي خد يا عم عربونك اهو 50% تقريبا ساعتها. وقلت له جرب العربيه وخد. قال لي تمام خلاص يلا تمام مبروك اهو. نزلت خدت العربيه، فكانت ساعتها قلت بقى خلاص هبنيها. جربتها وهي دركسيون يمين؟ احساسك ايه بقى وانت قاعد يمين ولا كنت هلبس فعلا، كان هيبقى شكلي مسخره وقله ايه. لخبطه. كويس ان انا اشتريتها عشان كان ساعتها هيشلوحني. هناك الاجانب ما عندهمش تهريج في الموضوع ده. بس رحت جاي ايه مخلص معاه، اشتريت منه العربيه، وقلت بقى عملت بقى فيها الواد الفلوطه ان انا ايه هعمل عربيه في اوروبا، وتبقى هي العربيه الفريده من نوعها برضو ايه بقى، انا بحب تبقى الحاجه مميزه سيكا يعني. تمام. خدنا العربيه، فرطنا العربيه بالمعنى البلدي بتاعنا اللي هو فكتوها خالص. خالص. وبعمل بقى ايه ريبيلد من الصفر. اتهنت عشان القصه دي. كنت بتعملها هناك؟ بعملها هناك في قبرص. مبدئيا انت مصري وبيعمل عربيه هناك وبتاع، وانت صارف وعامل القصص دي، فانت مش انت مين يا معلم؟ انت عبيط ولا انت جاي بقى؟ وبعدين هناك عندهم بقى ايه واو بقى يعني مفيش زيهم يعني. فقعدت ببني العربيه دي من 2018، لا سوري معلش، من 2016 ل 2018 سنتين بتبني فيه. ببني فيه، وهنا بتسابق بالام، وهنا بسابق بالام. تمام. قلت ايه، قلت اما اخلص دي خلاص هركن الام وانزل بالعربيه دي. تمام. واسافر واجي وقطع ورايح جاي هوب 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 هوب. 2018 العربيه ما خلصتش، فانا عايز انجز. كان في هم ايه اللي ملكعهم كده هناك؟ عندهم ما شاء الله جمعه وسبت وحد اجازه، ومن الاثنين للخميس بيشتغلوا بس. عشان يبقى احنا وقت الشغل قليل. وقت الشغل قليل، وغير كده زي ما قلت لك انت مش هديك المجهود بتاعي، لسه في اولويه. والشغل بتاعهم عكس شغل العرب يعني، هم ليهم ستايل واحنا لينا ستايل تاني خالص. يعني ايه مش عايزين ندخل في التفاصيل، بس انا اتعذبت في وقطعة غير بقى واقفه مش عارف ايه ناقصه بتاع وسفر رايح جاي، فخلاص الموضوع كان متعب. فقلت خلاص انا هاخد العربيه دي هنزل بيها مصر هخلصها هناك. تمام. شحنت العربيه في كونتينر. تمام. جبت على اسكندريه، ما بتدورش وما فيهاش فتيس ولا فيها اي حاجه. طلعنا زق، وصلناها مصر، خدنا جراج، قعدنا اشتغلنا عليها 6 شهور مثلا ولا حاجه. وكانت اول بدايه ليها كانت ريفت اب 2018 تقريبا، حاجه زي كده. لحقت يعني جت 18 ولحقت حاجه في 18. كان في واحد لحقنا اخر السنه. تمام. قبل اخر السنه لحقنا ننزل بيها نشارك. تمام. وكنت انت برضو معانا في السباق ده. كانت بدايه الاس 15 اول ظهور لي. وسميتها انت الموناليزا بقى؟ الموناليزا. ليه سميتها الموناليزا؟ عشان السباق بتاع طوكيو دريفت. لما قال له خد المفتاح، بس دي الموناليزا خلي بالك. لما شلوحها وكسرها كلها. اوكي. تمام. فانا من ساعتها سميتها ايه الموناليزا. تمام. قعدت مع العربيه من 2018
سنه بالظبط، ما كملش اكتر من سنه. العربيه جمرك ما كانتش مبنيه. ما هي نازله بقى من بره بالظبط. خدتها وسفرناها الاردن، طبعا بلد المحترمه الجميله بشعبها بناسها باهلها بكل حاجه. انت عندك عرق من هناك؟ لا ما عنديش، بس يعتبروا عرق. لان انت برضو أنا يعني الأردن خالط عليهم جدا يعني. أنا يعني الاردن من هم حبايبنا طبعا قوي كمان، ومن الناس المحترمه ومن الناس اللي في الرياضه دي مؤثرين جدا، ومنهم اتعلمنا كتير. وطبعا على رأسهم احمد دحام، صاحبي وحبيبي واخويا، من ابطال اللي مشرفانا بره وجوه. حاجه جميله قصة واحدة يعني حاجه كده من الناس المحترمه. فقعدت لما سافرت الاردن كان لسه هشام لما كسب هو اول ريد بول 2018 وانا كنت تاني، كانت بدات بقى المعرفه تبقى متودده مع بعضينا قوي بينك وبين هشام. يعني انت لحد في التوقيت انا وهشام وهيثم هنا. انا وهشام وهيثم وهم كلهم حبايبنا طبعا، بس كانت البدايه كنت انا وهشام وهيثم. تمام. هشام اتفق معايا قال انا هنزل بيها ريد بول لبنان، فاينل لبنان. تمام. الاس 15. فاتفقنا ان احنا نوديها الاردن، هنشارك بيها سباق هناك ونظبطها ونطلعها من هناك على لبنان. على لبنان. تمام. رحنا نزلنا بيها سباقين، رحت انا وهشام الاردن، شاركنا عليها احنا الاثنين، وهشام تقريبا جاب ساعتها رابع او حاجه زي كده. وخدنا العربيه من ساعتها رحنا الاردن تاني لبنان. بعد ما طلعنا الاردن طلعنا من الاردن لبنان بقى. الفاينل اللي هو هشام كسب فيه خد فيه ثالث. ده كان اول اول فاينل يطلعوا. خد فيه ثالث. كانت الاس 15 فيه. تمام. اخر رحله كانت ليها معانا كانت سباق في السعوديه، رحت شاركت فيه تبع نيسان. تمام. كان بدايه 2019 شاركت فيها، وده كان اخر سباق لي. قررت ان انا ساعتها هرجعها الاردن. وقعت بقى قدامي الموناليزا 2 اللي هي اللي معايا دلوقتي دي، اللي هي حب عمري دي المفروض. العربيه دي بالبوب اب ما اقدرش انا خلاص. اول ما لقيتها واتعرضت عليا العربيه خلصت فيها، واتفقت ان انا هفضي السيستم بتاع الاس 15 تحطه في الاس 13 دي. تمام. انا عندي عشق للياباني ليه، لان العربيات مميزه كده، توزيع وزنها وقصيره، ظبط عجلها كده ان هي شكلها مختلف شويه. بدات ان انا اودي العربيه الاردن، بعت العربيه اللي هي الاس 13 الاردن، ورجعت الاس 15 فضيت دي في دي وعملتها من اي تو زد كامله كل حاجه. ورجعنا 2019 او 2020 لا بالظبط، قعدت معايا سنه العربيه دي ما اتعمل 2020. وشاركت بيها اول سباق خدت برضه خدت فيه تاني تقريبا او حاجه زي كده. انت قعدت فتره كبيره زي ما يكون انت والمركز الثاني في بينكم صحوبيه، اللي هو يعني يا عم النحس مش عايز تجيب اول بالزبط. بس ماسك في تاني قافش فيه اول بصراحه، تاني تالت بتاع لحد ما فكينا النحس ده وخدنا 21 اول، وخدنا في 2020 اول برضو كذا سباق ريفت اب. واخر بوديوم هو كان ريد بول تاني برضو. انا ريد بول معايا في قصتها عجيبه. 2014 تالت، 2018 تاني، 2023 تاني برضو. يعني عقبال ما ربنا يكرمنا والنحس ده يفك مننا سينا. واخر مركز اللي هو تاني كار بارك في ريفت اب برضو. تمام. نرجع بقى للعربيه ساعه ما انت عملتها وابتديت بقى بيها سباقات، فرقت عن السيلفيا اللي قبلها حاجه؟ احساسك كان في اختلاف في الاحاسيس؟ تطور بقى، ما انت التطور من سنه في سنه في الرياضه دي بتظهر. تطورك انت ولا تطور العربيه؟ تطور شخصا وميكانيكه العربيه. ما انت الرياضه دي على حسب ما انت هتدي وتدفع فيها طبعا هتديك اريح للموضوع وهتسهل عليك طبعا. تمام. فانا كنت مناوي في العربيه بقى الاس 13 اللي هي الموناليزا 2 مش هغلط الاخطاء اللي في حاجات اتعلمتها بقى. فخلاص بقى اتعلمت وبقى عندي معارف كتير وعندي دنيتي ان انا اقدر اشكل العربيه وانا قاعد معاك على التليفون دلوقتي مكالمه، اقدر ابني العربيه في 6 شهور. تمام. عكس زمان خالص بقى انك تروح ده بص الكلمه هبنيها في 6 شهور، ده السريع، ده التايم السريع، ده السريع. فاللي بيتفرج اللي هيتفرج بقى يفهم يعني لو ما انجزتش فيها ممكن تقعد لها سنين زي ما تقعد عادي. عكس ما انا بقول لك في الاول قعدت سنتين مش فاهم. في ناس ابتدت ويعني زهقوا وزهقت ليه؟ لانك خلاص هي القصه في انك تعرف يعني زي الطبخه. هتطبخ الطبخه ازاي مظبوط معاك، هتطلعها صح، وتجيب مين
الشيف الصح في كل حاجه. بالظبط. هي كهرباء ده مين؟ مين الكهرباء، مين الميكانيكا، مين الفابريكيت، مين التيونينج، مين اللي هيديك بادي كيت، مين لازم تشكل دايره مظبوطه في القصه دي طلع الدنيا. تطلع الموضوع مظبوط. اما هتقعد تقول لا انا هوفر في دي، انا هعمل فخلي اضرب 2 في 1 في دي، هعمل كده، عمرك ما هتسوق عربيه دريفت في حياتك. يعني بس هو ده بيبقى ساعات غصبا عن الناس في حدود امكانياتهم. يعني في واحد بيبقى نفسه بيحب بس مش قادر، يعني ما انا اي حد بيقول لي كده بقول له يعني انت مش قادر دلوقتي، بس تقدر ان انت تستنى براحتك، وبراحتك، بس ما تخشش غير وانت مخلص. بالظبط. ليه؟ لانك انا بزعل وبشوف ده كتير، بشوف انه في فعلا ناس هو عايز يبقى بطل وعايز ينزل ويشارك ودفع وصرف، بس بيدخل في مش صح. العربيه راحت جايه حصلت معاها كذا، عملت مشكله كذا، بس هو اسمه انا عايز طب انت كده، لا انت كده لا منك اشتركت ولا منك ولا منك انجزت، والعربيه بتبوظ منك اكتر. تمام. فانت لا استنى، اشتغل على نفسك صح، ابني صح، ادخل شارك، ما تستعجلش قبل ما انت تبقى مرتب ستيب باي ستيب. ومحدش خدها من اول مره، ومحدش كان جامد من اول مره. بالظبط. كل واحد بيتعلم مره عن مره عن مره. بالظبط. بس اهم حاجه تعرف انت هتبدا منين. تمام. هي دي اهم حاجه. تمام. انت في رحلتك دي رأي بقى ايه زردق الكبير ايه؟ والله انا يعني هو بداية انت كنا بناخد العربية في الاستخبص، بعد كده العربية الكاوتشة فرقعت واتزحلقت، بالظبط. بعد كده ابتدى يبان بقى ان في ميول حقيقية، ده راجل هينزل سباقات بقى. بالظبط. كان احساسه ايه ورد فعله؟ بص هو بصراحه انا وعلاقتي انا ووالدي من زمان علاقه اصدقاء قوي يعني. ده باين على فكره. قوي جدا ربنا يعني. ربنا يديله الصحه ويخليه يا لك رب. يعني هم كعيله بصراحه على طول سبورت ليا في الموضوع، وانت شايفك حاجه بتحبها. وبيني وبينك برضو رياضه العربيات وكده هتعزلك عن حاجات كتير كويس، يعني هتعرف ازاي تسحلك بعيد عن الغلط، بعيد عن مش عايزين نقول يعني بعيد عن حاجات تانية في اي سن في شاب الواحد اللي هو ممكن ان هو يعملها. بالظبط. فهو كان سبورت وكان داعم جدا للموضوع ده، مش خايف عليك بقى وباصص الموضوع لانه سباقات ومخاطره بصراحه يعني لا ما كانش شاف كده حتى. كان بيجي وبيشجع وكل شفته حاجه كذا مره. وكان عاجبه الموضوع، وان انت لا يلا معلم روح وانا معاك قلبا وقالبا. حلو قوي الدعم ده بيبقى حلو قوي. يعني تمام. وشغلك معاه بقى، انت كنت شغال مع والدك فتره؟ شغلت معاه فتره. بعد كده عملت انا بقى البيزنس الخاص بتاعي اللي هو الداينو طبعا. الام كي زد. ده ما هنجيله لوحده. ده هنجيله لوحده. غير بقى الحاجات اللي هي البيزنس التفاصيل الصغيره بقى، يعني كم شركه مقاولات على كم حاجات كده حاجات في النص كده. قعدت انا واصدقائي عملناها يعني، والحمد لله وربنا كرمنا يعني. الحمد لله. ولكن البيت راضي عن الموضوع ما في. هو بس فكرته هو عايزنا نتجوز بس، عشان هي الفكره ان هي دي اللي مش طبعا. اما غير كده لا هو ربنا تلاقي حاجه في البيت برضو من الموضوع ده مش ساكت عليه. بالظبط. وهم كانوا مقتنعين ان لا انت العربيه ممكن يحصل لها حاجه. هي والدتي بقى اللي قالوها شويه. طبعا. انا ابويا لا طول عمري بيحب العربيات وفهمان وبتاع. وبيحب لما بيبقى قلبهم اضعف طبعا. بالظبط. فهي كانت بس خايفه ان لا قدر الله يحصل حاجه. لا الموضوع فيه سيفتي يعني مش محتاج كل. هم ما بيصدقوش غير لما بيشوفوا. لما تيجي جوه تراك وبتاع. بالظبط. حضرت والدتك حضرت مره استحملت الفرقيع استحملتها بس مش هاجي تاني. انها في طرقعت ساعتها. الصوت مرعب كان جدا. مرعب بصراحه. لا بس يعني والدك شفته اكتر من مره. بيجي كذا مره بصراحه. انت عارف انا سميتك العنيف. هو كل واحد متسابق كده لقبه بيجي من ستايله. فانت في كده حته جوه التراك عندك تبقى يعني ايه فيها زور بتغل شويه. في عنف في الاداء جامد جدا. ده حصل تراكمي ولا انت من الاول دي طبيعتك؟ لا هو انا عصبي سيكا يعني. تمام. ولما حاجه بتحصل مثلا بتستفزني ولا حاجه كده، فبحس بطلع العصبيه دي في العربيه احسن من انا اطلعها في حاجه تانية. فهو انا عشان كده ببقى احب اجيب ليفل الدواسه الاخير. لا وبعدين انت اصلا شخصيتك من التعامل معاك، يعني انت ما بيعجبكش الحال المايل يعني. شويه. انا شفتك كتير وانت قافش على الناس يعني بحب الصراحه يعني. بحب الصراحه والوضوح وعدم التحوير، وما تخافش من حاجه ما تقولهاش.
ما طبلش لحد عشان حساب حاجه. اه الصراحه والوضوح، وانك تبقى على طول دايركت شفتك كذا وكده. مره متعصب في التراكات وفي يعني بره في النقاشات في اه حاجه بتبقى مضايقاك فما بتعرفش ما بعرفش، ما لا اه دي ويمكن تكون حاجه وحشه فيا شويه، بس مش عارف يعني حسيت ان انا كده ببقى صادق مع نفسي اكتر. حبك بحبك. هي مش وحشه، هي فاهم؟ طباع طباع. من غير ما تاذي يعني اهم مش حاجه ما هأذيك، اذيتوش لا انا مش خلاص. هأذيك، بس انا هبقى صريح معاك. اه بالظبط. يعني يمكن صراحتي تبقى مضايقاك شويه، بس استحملني لو هتحبني. لو عز عليك هتستحملني، هتلاقي الدنيا تمام. بس لما هم ما بأثرش في ده على اشخاص ولا بغلط في حد. اه دي بس اهم حاجه يعني. فالعنف ده بقى مترجم جوه العربيه في السواقه. بالظبط اه. اه عشان كده. وبالذات كمان لما تقعد بقى ايه، تبقى انت حاضر تراكات مثلا قبل كده على الستارت لاين وانت واقف، فانت عايز تطلع اقوى ما عندك لما تبقى شايف حد قبلك فده موضوع برضو بيسخنك اكتر زي ما بيقول يعني. هو دخل الاوردر ده باللاين ده مثلا طاير بالظبط، فانت عايز في اتنين. فانت عايز ضرب الاتنين، ضرب الالف في الموضوع. اه بالظبط. وغير كده ولا كده انا بحس ان هي الطاقه اللي بتطلع فيها غضبك كله. ده شيء حلو اصلا، يبقى عندك حاجه يعني حاجه شغف وفي نفس الوقت بيفرغ شحنه سلبيه. بالظبط. حاجه خطيره. انا بالنسبه لي انا كده لما احب ابقى افضي الشحنه افضيها في العربيه. بتتمرن كتير؟ والله احنا نفسنا في تراك، احنا مشكلتنا في التراكات بس اللي في مصر. بس انا بصراحه شفتك بتتمرن في اوتو فروم. يعني انا بنروح اوتو فروم وكده، بس يعني مش بالمعدل الكتير قوي، هو بيبقى قبل السباقات بفتره بس بنجهزه ونروح نجرب. ما بتخافوش في التدريب تبوظوا يعني العربيات يعني انت عارف العربيه هتستهلك، ما بتخافش عليها في التدريب بقى؟ ما هو انا بتدرب عشان ما اجيش اللقطه اللي بقول لك عليها، الدقيقه اللي تبقى قدام الناس دي، اللي احنا اصلا يعتبر احنا بنحكي رحله الناس بتشوفها في دقيقه. بس هي رحلتها طويله في الدقيقه جدا دي جدا طويله يعني. لدرجه ان انت ممكن تبقى قبل السباق بيوم قاعد مطبق عشان تخلص الدقيقه اللي داخل تعملها دي بالظبط. فانا عشان الدقيقه دي وكمان بتحصل اعطال، فلازم اتدرب من قبلها، لازم اجهز من قبلها. وده اللي انا حكيته لك، انك لو فاكر انك عامل اللي عليك ومقفلها لحد قبل البتاع بيوم، لا عادي، انت ممكن بعد ما تعمل ده كله تدخل التراك بالسلامه عادي جدا، لقطه بسيطه مسمار يهد عادي الدنيا. جدا مسمار يهد بالسلامه. انت خرطوم، انا اكتر من 3 سباقات من البوديوم للعاشر. ليه السبب؟ كاوتش تويست جيت، الاكس اتكسر، الدبرياج فصل، فكلها حاجات انت مش بيدك، لانها رياضه يعتبر رياضه تجميع حديد. بالظبط. انت حديد مش رياضه يدويه. يعني فيها شقين، انت والعربيه. بالظبط. والعربيه مليانه تفاصيل وانت كبني ادم مليان تفاصيل. بالظبط. وارد يحصل اي حاجه. فانت عشان توصل بفكره انك تقدر العربيه كده، انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. طبعا. حاجه بتحصل عكس ارادتك خلاص انت بتبقى راضي ومكتفي. اما تطلع العربيه تمام وانت تسوق وحش، انا اطلع اضرب نفسي بالجزم. ما هو بالظبط انا اللي قصرت. انا كده اتضايق كده، بيجي لي التهابات انا داخليه في الموضوع ده بقى التهابات. بلتهب بقى، ما بقى تعبان خالص، فاهم؟ ما بقى دماغي مش فيا. فالحمد لله اللي حصل معايا لما بتحصل اعطال فنيه بتوقعك من على البوديوم. عشان كده بقول لك ان الناس ما تستعجلش في القصه، قد ما تبني صح. تمام. عشان تاخد عائد صح. تمام. هي مزبوط. دي اهم حاجه في الموضوع ده، لان مسمار واحد حاجه مش متظبطه صح، زي ما انت شفت هشام زمان العربيه ولعت. عشان كان جواها. لما مؤخرا لما دلوقتي العربيات بقى بتبقى خلاص فيها جهاز لوحده بيدي الانذار طاقي يطفي. ففي تطور في كل مره عن مره طبعا. فانت لو ما واكبتش التطور ده ما اعتقد ما تغامرش بنفسك، عشان هتغامر بوقت ومجهود وفلوس وبعدين وانت شخصيا ونفسيا وجمهور والناس اللي بتحبك والناس اللي انت معشمه ان انت تشوفك وانت بتسوق بتكسب وبتسوق. لا، جهز نفسك صح، اشتغل على نفسك، ما تستعجلش خالص، على قد ما انك تبني عربيه مظبوطه. طيب انت دلوقتي وانت داخل السباقات مين اكتر واحد بتبقى عامل له حساب؟ لو قلنا في اسمين تعمل لهم حساب. بصوا احنا مش عايزين نزعل حد، بس من الاخر هم كلهم ابطال. وكلها زي ما قلت لك ما شاء الله. احنا اصلا مصر 2023 2024 2022 غير خالص قبل كده. الموضوع راح في حته تانية. يعني لو انت هتبدا تقول فعلا واحد ولا اتنين
هظلم ناس كتير، بالظبط. فمستحيل تقدر تقول واحد ولا اتنين. بالظبط. ده هو انت في اكتر من 10، وال10 ما شاء الله سواقين جامدين وعربيات جامده، وسنه عن سنه في تطور. وفي عربيات مش جامده وعليها سواقين جامدين بيشكلوا بالظبط، خطوره برضه. بالظبط. يعني حتى برضو مش لازم ان العربيه تكون جامده عشان انت تبقى سواق جامد. احنا بنشوف مجدي اشرف مثلا باشا ومهند ما شوقي، شاء الله عليهم مهند شوقي، الاثنين بأقل عربيات الامكانيات ومودين. ليه؟ لانه عنده موهبه، بس فظيع. عارف على الاقل بالامكانيات بتاعته يبني عربيه ما تعملش معاه الاعطال في جوه التراك. بالظبط. فانا مش هقدر اقول اسامي لان الموضوع بقى صعب جدا، وبالذات انك زي ما بقول لك العدد بقى كتير، بس هم الاغلبيه يعني هشام، هيثم، صقر، ماجد. يعني احنا غالبا هم دول اكتر الناس بتتخانقوا مع بعض. كريم هاني الفتره الجديده ما شاء الله عليه كريم طالع بقوه، كريم راشد فظيع، بقوه مش طبيعيه. ومن الناس المحترمه جدا، وعرف يدخل المجال صح ازاي ويبني ازاي ويعمل ايه. عشان كده من الناس اللي بدأت يعني تشكل خطورة جامدة بان بسرعة يعني ما شاء الله بالزبط. من اول سباق. وفي حاجة ايه يا جدعان الراجل ده بانت بصراحة وفي كتير والله يعني مش عايز حد بس ايه لا احنا فاهمين ان كلهم ابطال. لا يعني كله ابطال وكله بينافس من حتى مش شرط عربات الجنة زي ما انت قلت. ما مجدي كان واقف بوديوم ومهند واقف بوديوم، وناس ما شاء الله بقى بعربيات مش مواكبه للعربيات اللي موجوده دلوقتي، بس عاملين حاجات جامده قوي يعني. بس لا ما هو السؤال ما كانش المقصود بيه انت شايف مين اجمد، لا يعني انا بتكلم على زوردو شخصيا كده لما بيحط راسه على المخده قبل السباق، اللي هو بكره الاثنين دول هنعمل معاهم هو ايه. انا لما بشوف اتنين على التراك قبله هو هشام او هيثم، الاثنين بيعفرطوني. واحنا ما هم وما اقرب ناس ليك يعني، ده الغريب بقى. واقرب اتنين ليا ده حقيقي. احنا الاثنين يعني لما انا بوقف قبله وهو واقف قبلي بنتفرج على التراك يستحسن ان انا ما اشوفوش. يعني ببقى قاعد بشايف ان هو جوه بس عارف ان هو طالع، لما بشوفه بتسخن معاه الموضوع اكتر. انت عارف ان هيثم قال لي انا ما بحبش اشوف الناس قبلي وهي بتسوق. بالظبط، ما بحبش اشوفها. ايوه هو اللي ده حقيقي الموضوع صعب. اللي كمان لما بتشوفه بيقول لي انا ببقى ايه برمجت نفسي ان انا مثلا هاخد الحته دي بالشكل ده، فاتفرج مثلا على زوردو فزوردو ياخدها بشكل تاني، فابتدي افكر هو عاملها زي زوردو ولا عاملها فبيقول لي ما بصش بقى بالظبط عشان افضل مسيستم نفسي مركز اللي في دماغه. بالظبط. ده حقيقي. هو عنده هيثم ما شاء الله عنده برود في الحته دي شويه. بيعرف يتحكم في اعصابه. وحتى كنا بنتكلم قال لي انا بارد قوي بصراحه. كنت بتكلم معاه وقال لي انا ما كنتش كده بس ابتديت اتعلم اتحكم في نفسي في الحته دي. ده حقيقي. انا كنت زمان ما كنتش كده. ده حقيقي. فهو علق على موضوع انك الناس اللي قبلك وانك تتفرج عليهم دي زي ما انت بتقول كده احسن لك ما تشوفش. بالظبط ان انت ما تشوفش، او يعني ايه ما تشوفش وانت جوه العربيه ماشي مش هتشوف حاجات كتير. اما انك تقف بعد كده تشوفه وتنزل تسوق هتسخن على سخونته. فعايز تعدل اكتر. عايز تعلي عليه قوي. بالظبط. فاهم. فانا بالنسبه لي لما ببقى جوه العربيه وشايفه جوه لا ببقى عايز برضو ايه انزل اعمل كده يعني. مفهوم. طب بالنسبه بقى اللي انت عشت طول حياتك، انا فاكر انت كان عندكم متهيألي مخازن بتخزنوا فيها، وكان ده البيزنس، كان في بيزنس عندكم بتعملوه من النوع ده. انت حكيت لي عليه في مره واحنا على طريق مصر اسكندريه. اللي هو الشغل الاساسي قصدك بالتالي انت كنت قلت لي على مكان بتخزنوا فيه الغلال او لا احنا اوريدي الشغل الاساسي بتاعنا احنا عندنا مطحن. ايوه اللي هو مطحن دي 82 اللي هو الدعم بتاع الحكومه. تمام. فهو ده الشغل الاساسي بتاعنا. اللي هو المطحن الدقيق اللي هو ال 82 ده آل زوردو. ده آل زوردو. انت بقى جيت في لحظه وقررت تعمل ام كي زد. بالظبط. تمام. ام كي زد ده ابتدى امتى بقى والفكره جات لك ازاي؟ ام كي زد ده لما جينا سافرت بره كذا مكان وشفت الجراشات بره عامله ازاي، وكانت مصر ما عندناش داينو، وكانت قصه عامل الداينو ده موضوع مهم جدا جدا طبعًا. جدا في الرياضه دي. انت بتعمل ومش عارف انت وصلت لايه. انت وكنا معرضين للخطر ان انت بتتون في الشارع. والتيوننج لو ما حدش فاهم يعني ايه تيوننج، ده بيبقى برمجه العربيه بالزبط. عشان توصل بيها الشكل اللي انت بتشوفه ده لاحسن نتيجه ممكن تطلع منه. بتعرف الحاجات على بعضها، وتعرف التربو على كميه بنزين قد ايه مع كميه هواء قد ايه. فكل الكلام ده كنت لازم تعمله على سرعات عاليه. تحط الغيار الثالث والغيار الثالث بتمشي تجيب فول سبيد. وثالث في عربيه زي دي قصه وحاجه صعبه قوي يعني تعملها في الشارع. واكيد شفتوا الناس كلها شافت فيديوهات كتير. التيونينج كان بيبقى عامل ازاي؟ بتطلع على اي طريق حد يركب جنبك يعني ماسك اللابتوب ماسك اللابتوب بتطلع تدوس وهو يبرمج. تمام. ده عذاب خطر. مش بتاخد يعني 100% التيونينج المظبوط. فبدات من هنا عندي الفكره
تمام. وكنت قاعد بدردش انا وكم واحد صاحبي كده وايه والدنيا وبتاع، فكلنا كنا مجمعين ان احنا عايزين نجيب داينو، تمام. لان ما كانش في داينو خالص غير تقريبا كان واحد واتقفل، ما كملش. ما كملش في الموضوع. فكان الموضوع متعب. وبعدين اغلب العربيات اللي بتتبني في الشتاء، فما بالك انت بتطلع تعمل العربيه في جو زي ده مثلا على الشارع ده. انا بتكلم على كدريفت، سواء بقى من العربيات الستوك خالص بتاعت الشارع والناس اللي بتعدل زي اي عربيه زي الجولفات والايفو وعربيات الشارع الناس والكلام ده. التربوات التانية. بالظبط. فجت من هنا الفكره، قلنا احنا ايه، هنتوكل على الله نجيب داينو ونشوف مكان اللي هو الى حد ما يبقى ملم بكل حاجات حاولت تعمل تجميعه كامله، كل اللي كاملة. هتحتاجه، كل من قطع، من داينو، من ميكانيك، من كهرباء، يبقى كله في مكان واحد، بدل ما احنا كنا بنتشحطط من حرفين شويه للعشر شويه للمقطم شويه، نشوف الداينو فين، نشوف قطع الغيار شويه. فاحنا كنا ايه، الحياه كانت صعبه. تمام. يعني كانت عشان تروح مكان تبني فيه عربيه دريفت مفيش مكان، هو اماكن كتيره، اماكن بقى تروح من واحد لواحد وتبدا ايه تنقنق في كل الموضوع ده. وانا عشان عشت العذاب ده فما بقتش قادر. لما قعدت ابني في الاس 15 دي، هي كانت اكتر عربيه اتعلمت فيها. لما رحت دي اللي كانت في النمسا اللي في دي وجبتها مصر، وخدت جراج انا وهيثم. انا اختصرت لك الموضوع، وخدت جراج انا وهيثم في الحرفيين، وقلنا هنعمل وعربيته كانت المازدا الار اكس 8، وجبنا ميكانيكيه وجبنا كهربائيه، وكنا نقعد في الحرفيين لحد الساعه 6 الصبح ونبيت في الجراج. فالموضوع كان متعب جدا، متعب كمان يعني. وبالذات انك الحرفيين هم يعني موضوع، لا انت يعني قشطه، انت عربيه دريفت وبتاع، فانت لا يعني في اولويات، ما كانش لسه الموضوع في واحد عطلان مش عارف يروح شغله بالظبط بالاخر يعني. عشان ايه، فانت الموضوع انت لا دخلت في حته اللي هو دلوقتي غير زمان. فالموضوع كان متعب. فحاولت ان احنا نعمل حاجه تليق بشكلنا الحالي، وتليق بالابطال اللي موجوده، وتليق على الاقل بشكل مصر الخارجي. يعني لما يجي في جراشات في مصر، تعالوا شوفوا الجراج بالظبط. لما يجي، ودي كانت اكتر حاجه انا كنت بلعب عليها. حتى في كل تفصيله كنت بعملها في المكان، كنت عايز اعمل مكان مش كاسما كزوردو او كحاجه، لا كشكل مصر في قدام الناس بره. يعني زي ما تروح الاردن في جراج ان ام كي، تروح مثلا جراج في عمان، تلاقي في جراج في لبنان، بيبقى الشكل العام. ليه ما يبقاش عندنا احنا؟ ليه ما يبقاش عندنا ايه الموضوع ده؟ تمام. دورت كتير مثلا ناخد مكان هنا في التجمع وبتاع، بس لقيت الايجارات كانت عاليه. الحمد لله ربنا كرمنا في مكان في العاشر، اشتريناه وقسطناه تمام، وبدات الموضوع رحله زي اي انسان بيبدا بزنس عادي. داينو، والحمد لله ربنا كرمنا معانا طبعا ميكانيكي جامد قوي ابو جانتي ده، رحله برضو ومن قلب الموازين في الرياضه برضو دي في السيارات. وراجل تعب ومعانا يعني مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، بس يعني الرحله كان فيها اشخاص كتير معايا من بدايتها، وكانت نصها اردني ونصها كان مصري، لحد ما قدرنا ان احنا نوصل بالداينو ده ان هو يبقى من المكان ان كل الابطال اللي في مصر، او كل ما هو محبين رياضه السيارات من سواء من جوه او من بره، عارفين ان في المكان ده هتلبي كل اللي انت عايزه. من اي حاجه فيها بيرفورمانس. مش هتشحطط بقى، مش هتشحطط. فاهم، هتلاقي كل ما هو انت محتاج فيه. تمام. بس ده كانت يعني رحله دي كانت الفكره انك تعمل ام كي زد، ان انا اعمل ام كي زد بصراحه. وام كي زد بقى انت عملته. انا شايف ان انت بعد كده عملت كمان تيم، يعني ام كي زد الجراج، بعد كده ام كي زد بقى تيم. بالظبط. التيم ده مكون منك انت وهشام، معاكوا حد تاني ولا انت وهشام؟ لا انا لحد دلوقتي انا وهشام. تمام. وفي كلام ان احنا ممكن نكبر بصراحه التيم، تزودوا عدد نزود عدد الممبرز اللي معانا. بس انا وهشام عشان قاطعين رحله مع بعض طويله. تمام. وعملت له كانت العربيه 2 سيريس، عملتها له سنه كامله. هي العربيه دي راحت فين؟ بعتها برضو. هي العربيه اتعملت لحساب يعني باسم العربيه الجراج. دي انا اللي عاملها. وكان هشام هو اللي كان السواق اللي عليها، ماضي معايا 5 سباقات فيها. تمام. هشام قضى بيها 2 سنين، بعد كده بعناها لعمر الجمال دلوقتي، اخويا وحبيبي برضو. ومن الابطال الجامده اللي طالعه. تمام. وان شاء الله ربنا يكرمه عليها من العربيات اللي اتعملت في ايبكس. جمال في ايبكس. تمام. لانه من العربيات اللي اتعملت في وقت قصير، وكانت اول 2 سيريس تتعمل في مصر برضو. يعني انا فاكر برضو لما جينا عملناها قلنا بحب اعمل انا كل سنه تبقى حاجه جديده ومميزه. تمام. برضو قالوا مجنون وهبل، جابوا 2 سيريس، كانت ساعتها برضو العربيه كانت غاليه.
ايه بتعمل تو سيريس ازاي ومش عارف ايه وبتاع، بس الحمد لله برضو. ودايره بموتور ايه العربيه دي؟ 2 جي انا 2G. بحب ال 2 جي يعني ما لسه موجودين لما بتيجوا تدوروا عليهم بتلاقوا لسه مواتير 2G؟ متهيألي الناس بس خلصوهم هنا ما فيش حاجه خالص. من بره. احنا هنا ما عندناش اي حاجه غير الستر من ربنا الحمد لله. بس ده مش الحمد لله. قليل، الحمد لله ان في الستر ستر. من عند ربنا وشكرا على كده، ما اه عندكش اي حاجه خالص. بتبعت تجيبهم من بره. كل حاجه بتجيبها من لسه بقى في يعني بتلاقوا لسه، اصل عارف بعد فتره بيبقى خلاص الناس خلصت بس المواتير. بس ما شاء الله ربنا يعني يدي الصحه لاخواتنا العرب، مش لسه لامين كل الحاجات دي. بس انا كزوردو انا بحب الموتور التوجيه ده، عندي معاه عشق كده، مش بيريحك وماشي رفيته حلوه معاك. انا بحبه يعني. ما هو مصاريفه غاليه ومصاريفه كتير وبتاع، بس انا من المواتير اللي بحبها لقلبي يعني. تمام. بس عملت العربيه ال2 قعدت معاك قعدت معاه بالظبط سنتين مثلا. تمام. وبعدين رحت جاي جبدتها الجمال. تمام. بعد كده خدنا عربيه المازدا الار اكس 8. بتاعت طبعا الار اكس 8 دي برضو عايزه لها رحله في الكلام طبعا، بتاعت اللي كان نزل عليها رامي سري، نزل عليها اباني. قصدك ار اكس 7؟ ار اكس 7 ار اكس 7. لا دي كانت قصه العربيه دي حدوته. الار اكس 7 دي لما خد واحد صاحبي وكان عايز يعمل يبيعها، قلت له بس انا بحب الحاجات المميزه دي، وهاتها ليه؟ لان الار اكس 7 دي كنت انا ساعتها لما شفت ريد بول السخنه 2014 كنت في الجماهير فوق. كانت اباني. كان اباني. تمام. لما انا حتى ساعتها كنت قاعد مع اصحابي في اليوم السباق ده، قلت لهم انا السنه الجايه تحت معاهم يعني. ما قلت لهم انا السنه الجايه تحت، انا ما فيش خلاص بقى كلام. فاما اباني كان نزل عليها 2014، وبعد اباني شهاوي، وبعد شهاوي تبعي، وبعد تبعي رامي سري، وبعد رامي سري هشام الخطيب. فعربيه زي ما ليها، انا حتى مسميها الاسطوره. ليه؟ لان ليها تاريخ كتير، فكنت حاببها. حتى يوسف جو نزل عليها ويوسف جامد جو قوي. جامد قوي. انا نسيت ويوسف. والعربيه كانت خدت بوديوم كتير. فعربيه زي ايقونه كده. فانا قلت وكانت صعبانه عليا ان هي خلاص وصلت في الاخر ما موضوعها بقى تهمل وتتهالك بقى. حتى بعد الله يرحمه سعيد ورحمه الله عليه وخالد غازي وكده. الله يرحمه. فكان خلاص العربيه بدات تنهار. خدت العربيه دي السنه اللي فاتت بالظبط. تمام. وعملناها برضو لهشام، وهشام خدها خلاص بقت عربيته، وطلعناها بالشكل برضو بديل ولا بتاعته؟ لا خلاص هشام المره دي اتفق معايا ان انا هعملها له الجراج، ولا يعملها يعني ام كي زد يعملها وهو يشتريها. تمام. فانا بنيتها له على ذوقي. وخلصتها له وظبطتها له على الجاهز. تعالى هشام سوق يا باشا. تمام. وشفته بيها انت في ريد بول. اول ظهور ليها ريد بول، وتاني ظهور كان ريفتم، وان شاء الله السباق اللي هو اللي جاي العالمين هتبقى موجوده بشكل ان شاء الله مختلف شويه باذن الله. الستايل الخارجي، ستايل خارجي بموتور بفكر الجديد، لان طبعا دلوقتي غير 2014 غير 2013. طبعا. فرق الجاب ده كله بقى. خلاص احنا دلوقتي زي ما قلت لك العربيه تقدر انك تعملها بالتليفون. خلاص بقى كل حاجه جاهزه. فالتطور اللي وصل له دلوقتي ده اللي كنت انا ده اللي بحبه، لان انا بحب اشوف عربيه انا ببقى عاملها بالتفكير اللي انا عايزه وكده، وتطلع بالشكل اللي انا كنت رسمه. متخيل. العربيه دي ما شاء الله ما شاء الله من اقوى يعتبر العربيات دلوقتي اللي موجوده في مصر، ومن اندر العربيات. طبعا هي نادره. دي 1 اوف 1، والسيلفيا اللي معايا 1 اوف 1. ما شاء الله. ده اللي عاجبني ما شاء الله. والاثنين تحت مسمى ام كي زد، وان احنا الاثنين بنياهم من اي تو زد مع بعض. طب انت بمناسبه بقى القوه، بتحس ان العربيات القوه بتاعتها دلوقتي في مصر ما بقيت مش اقوى شويه من التراكات؟ عربيات مش قويه شويه دلوقتي على التراكات؟ ما هو انت زي ما قلت لك حسب ما انت عايز تبني من البدايه فين. انا مثلا كزوردو او كهشام او كحد، احنا عايزين نبني عربيات تنافس بره في توين دريفت وكار بارك وعلى مستوى عالي. تمام. فانت ما تقدرش تاخد عربيه تسافر مثلا تطلع بيها تبقى ضعيف سباق مثلا زي عمان، وتبقى مش زي ما بيقولوا مش مقفل الجدول فيها. هتتعب حالك. هتشقى مع نفسك. فانت لازم تعملها جامده. فلازم من البدايه. وبرضه ارجع اقول لك حسب انت عايز تروح بيها لفين. طموحك. هل انت طموحك انا عايز العربيه ابص عليها الصبح واغسلها وانزل سباق ريفتاب وارجع، ولا انت طموحك عايز تبقى بطل وتنافس وتسافر بره وتعمل؟ هو حسب ما انت عايز تبني وحسب ما انت هتكلف هتدي لك القصه دي. فبس
بس انا شايف ان ما شاء الله العربيات وصلت لمرحله من القوه. يمكن اللي انت بتقوله ده في الحسبان، يعني انت بتفكر ان انا هعمل ايه بعد كده. بالظبط. بس انت جوه التراكات انا شايف ان العربيات كلها معظم عربياتكم يعني بقت قويه على التراك. يعني ده حقيقي. العربيه اللونجايه اللي بتتعمل في التراك، العربيه تقدر تعمل قدها مرتين ثلاثه، يعني بالظبط. مش بالظبط. فده. عشان بنينا صح ليه لاخر التطور. ما اه سيبناش يعني خلاص التطور السنه دي بيقول لك وصل لحد حته معينه، اعمل، ركب، لان كل ما بتحاول بتعمل ده تفضل ماشي بتواكب التطورات كلها. توكل ده لانه بيسهل عليك. تمام. بيسهل عليك وهيديك خبره اكتر، وهيساعدك في انك تحقق يعني تنجز المسافه اسرع. اه زي ما مثلا فرق ما بين سيكوينشن جير وفرق ما بين سيكوينشن الفتيس العادي. اه طبعا ده يعني طبعا في فرق سما وارض. طبعا. تمام. فانت حتى العربيه كلها سكوينشل. كل سيكوينشن طبعا. اه لان تمام. خلاص يعني هو ده زي ما بقول لك الاحدث في الاحدث. انت بتحاول تشوف ايه اللي يسهل عليك عشان تركز اقصى حاجه في التراك، ما تبقاش في حاجه 1% واقعه منك. تمام مفهوم. بس وانت بالنسبه للجراج بقى على طول هناك؟ انا في الجراج 3 ايام وفي شغل التاني 3 ايام وما شاء الله يعني. الشغل التاني ده اللي هو الفاميلي بيزنس، اللي هو الفاميلي بيزنس. اه فهنا ثلاثه هنا وهنا 3 وهنا 3. ده غير اللي احنا برضو عندنا ايه اللي هي اي شغلانه الشباب يعني العربيات وتستورد وتجيب وعقارات فبتقعد 3 هنا و3 هنا، واغلب الوقت يعني بقعد هناك بصراحه. ما جيتش الجراج؟ انا عايز اجي الجراج اتفرج لازم عليه. تيجي بصراحه. والله لان انا هو يعتبر اكتر حاجه انا ببقى قاعد فيها اه مرتاح. في المود. في المود وشايف حاجتك يعني. الحاجه اللي انت بتحب، انت عايش جوه يعني الفيلم ده اللي بيقولوا عليه ايه، البابل اللي انت عايزها. قوقعتك انا بالظبط. بعملها كده بصراحه. يعني ايه وبحب ايه ابقى راصص الحاجات برصه معينه وحاطط دي بشكل معين محاسبه. لا لازم اجي لك والله. لا تنور. لازم اجي لك. هتعجبك. وانت دلوقتي يعني ان شاء الله يعني زوردو بيفكر في اللي جاي عايز يعمل ايه يعني؟ انت والله مجهز عربياتك وكل حاجه انا تمام؟ تفكيري بصراحه ان احنا او انا كزورد انا بحلم بكده ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها زي منتخب مصر في اي رياضه. اه لازم يبقى عندنا منتخب مصر في رياضه السيارات ويشاركوا باسم مصر بره. تمام. لان بره الموضوع يبقى اوفيشال معتمد حاجه معتمده من الحكومه نفسها. الحكومه وتبقى الناس دي منتخب مصر زي اللي بيطلعوا في الكاراتيه في كره القدم في السله. ما عندناش يبقى عندنا سواق 2 3 معروفين دول بيطلعوا يمثلوا. واي ليكن انت كده ولا كده عندك ناس كتير وتقدر انها تساعد. بس ان احنا عايزين الفرصه ان الناس تفهم ان الناس دي مش بتعمل حاجه خارجه عن المألوف او بتعمل حاجه بتضيع فيها فلوس. لا بالعكس، دي الرياضه ورياضه بتجيب فلوس كتير جدا وتقدر ان احنا نستفاد منها. بس احنا عايزين التوجيه بس صح. تمام. لان الرسائل اللي بتوصل ما بتوصلش من عن طريق متسابقين. اكتر واحد هو اللي يقدر يفيد في الموضوع ده هو المتسابق. احنا الناس بتتكلم من وحي دماغها. بتعبر عن كلام متسابق، ما هو مش ده الصح. هو اكتر واحد يعبر عن نفسه هو نفسه. هو اللي يقدر يشرح لك قد ايه انت تقدر تكسب وتعمل من الكلام ده وتفهم كده. تمام. فده اللي انا بحلم بيه. احنا عندنا منتخب مصري يشارك في بطولات بره باسم سواقين معتمدين من الدوله تبعتهم يمثلوها ويرجعوا. زي مثلا في سباق عمان بيطلعوا بيشاركوا باسم منتخب مصر. بتسهل لهم كل حاجه، بتعمل لهم كتاب تسهيلات مروريه، حاجات اللي هي الابسط الحقوق لاي بني ادم بتتعمل في دخول عربياتهم وخروج عربياتهم. ان انا اطلع عربيتي تروح وعربيتي ترجع وتعمل لي تسهيلات في الجمارك، وان انا اطلع بحاجتي واجيب قطع غيار. ومش مطالب، مش عايز حاجه اكتر من كده. بس احس ان انا مش بعمل حاجه على الفاضي لما احس ان انا معايا بلدي في ظهري وعامله كده. ده بالنسبه كزوردو. بالنسبه بقى كطموحي كبزنس ان احنا نوصل بالجراج بتاعي ده مثلا ان احنا نعمل عربيات في مصر صناعه 100% لحاجات عكس المألوف. يعني انا حتى اي حد بيكلمني بيقول انت لو جاي لي فاكرني هغير لك تيل وزيت، جاي المكان الغلط. انت كده جاي المكان الغلط. مش هحل لك في ده. ما انت جاي في حاجات عكس المألوف. في كرييشن، في ابداع، اختراع بتاع نعمل. يعني انا معاك في كده. تمام. فهو ده اللي انا بفكر فيه، ان احنا نوصل بحاجات تعلي بشكل مصر قدام العالم الخارجي اكتر ما بيزنس يعني، اكتر ما فلوس يعني. تمام. انت عارف هي فكره القعده اساسا يعني لما فكرت فيها كانت ايه؟ زي ما انت قلت كده، منتخب الكوره، لعيبه الكوره واخدين بحجم ضوء كبير جدا. فانا شايف ان في ناس نجوم جدا في مجالهم وحققوا نجاحات اوريدي، بس مش واخدين حقهم كفايه. بالظبط. زي مثلا انا دلوقتي قاعد قدام زوردو ده جوه العالم بتاع السباقات والعربيات
زيه زي اللعيبه بتاعت المنتخب، بالظبط. كلهم معروفين بالاسم. فليه يبقوا اللي عارفينه بس اللي بيحبوا العربيات؟ يا جماعه افهموا ان سواقين او الناس اللي بتسابق دول جامدين في حتته، وفي غيركم غير العربيات في ناس ثانيه جامده في حتتها، فلازم نتكلم على الشخصيات دي ونحط عليها الضوء صح. وبالظبط هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه، اللي هو حتى ايه يعني الرياضه بتاعت السيارات في اي بلد في العالم بتجيب ارقام مهوله. طبعا السياحه الرياضيه بتعمل ومن اغلى الرياضات في العالم طبعا بعد الكوره او كده. فاحنا لا، احنا اوريدي بنصرف، اوريدي بنعمل حاجه اللي بنحبها، ما بنعملش حاجه عكس القانون، ما بنعملش حاجه مخالفه عن القانون، ما بنعرضش حياه لحد لا نفسكم ولا غيركم ولا للخطر. لغيرنا. تمام. حتى احنا على طول عمرنا رسالتنا بتقول يا معلم انت جامد تعالى التراك، خش السباق. ملهاش خش علاقه، السباق. كلها معاها عربيات، كله بيركب بره وكله جامد وبتاع. ما فيش حاجه، مش هقول لك ما بنجريش عشان بس ما بحبش الكلام الانشا كله بيجري بس بالعقل. يعني ما الجري اللي انت بتحلم بيه ده مكانه التراك. عايز بقى تطلع طاقتك المظبوطه وتحس انك جامد تعالى التراك. تمام. مع كلنا معانا عربيات جامده وكلها حاجه. وحتى انا بقول لك حتى لو هتجري، انا بلاش برضو ما اقعدش اقول كلام انشا، حتى لو بتجري في الشارع لازم تحترم قوه عربيتك، تجري فين وامتى وازاي، عشان بس وضع حواليك يسمح ولا ما يعني يسمحش. ما تجيش ماشي لي في صلاح سالم عمال اديها غرز وماشي لي 200، انت كده مش جامد ولا نيله ولا ولا انا واحد من الناس لو شفتك هقول ايه ده انت فاجر، حتى ولا البنت هتشوفك تقول عليك انت وهمي. مفيش الاوبشن ده خالص يعني. عشان نختصره. تمام. عايز يا معلم تجري في طرق الى حد ما تقدر ان انت ايه، عايز تدوس لك دوسه وبتاع بس تراعي نفسك. يعني ماشي. لان انا بقيت بصراحه اليومين الفتره اللي فاتت دي عكس ما احنا كنا زمان. انا مش كبير يعني، انا مواليد 91، بس الشباب اللي طالعه دلوقتي كتير في البلد النكله ميت والنمله ميتون. او كده انا كده معدي قطع بطاقته ورامي نفسه في التهلكه. انا كده وهمي وماشي تطن وبرزع وبدي غرز وبعمل في الاخر بتتقلب. ده لدرجه انهم بيصوروا نفسهم وبتتقلب وانت بتصور نفسك. فيديوهات دي انتشرت قوي. فانت ما انتش كده فاهم. انا مثلا حتى لو انا ماشي بعربيتي ولا حاجه شفت حاجه جنب بتاع ما هاي باي تمام، مش هقعد بقى ابين لك انه واو انا زردو اللي بولع في التراك. بص انا على بقى. الاسفلت هعمل ايه؟ فاهم. وحرام ناس كتير قوي شباب وعيال صغيره بتموت بسبب الهرت ده. طبعا. تمام. صح. الصح لو انت جامد وفاهم الموضوع ماشي ازاي عربيتك وعلى التراك، على تراكك الجميل يا معلم، عشان ما تعطش حالتك ولا حياه الناس للغلط. بالظبط. ده كلام 100. ده انا دي نصيحتي لاي واحد يعني هيسمع المناقشه الجميله بتاعتنا دي. ما تحاولش ان انت اللي في اهلك هي يعني هيحزنوا هتبهدل الناس كتير. وما بين اللقطه واللقطه لقطه هي ثانيه، لا جزء من ثانيه بس هتغير لك وهتقول يا ريت اللي جرى مكان. بالظبط. بس يعني فانا بصراحه بيصعب عليا كميه الشباب الصغير اللي بيروح سريعا بسبب ان صاحبه سخان وقال له ما توريني الدخله عامله ازاي. بالظبط. يعني هو انت كده اوحش حاجه فعلا اللي بيبقى راكب جنبه ده التسخين وبعدين عمرك ما تقارن. يعني انا طول عمري حياتي عمري ما قارنت انت معاك ايه وانا معايا ايه. انت راكب اجمد وانا مش راكب معاك. انا برضه باللي معايا بقول الحمد لله ربنا هيكرمك. تمام. دي قاعده داخليا كده مع ربنا. عمرك ما بينك وبين نفسك تقول اشمعنى. لا انت معاك اجمد لان انا معايا الاجمد منها. مفيش الكلام ده. ربنا مش هيكرمك ولا هتشوفها ولا هتنولها الا لو حسيت بينك وبين نفسك داخليا انك مرتضي بكل شيء ومبسوط لغيرك. مبسوط لغيرك وساعد الناس ربنا هيكرمك وتمنى الخير للناس ربنا هيكرمك. طب ومناسبة بقى الشارع، زردق بقى السواق العنيف بتاع الدريفت راكب ايه في الشارع؟ والله بص انا دلوقتي معايا ال 911 اللي هي التربو. انا دي الحب عمري طبعا. دي فظيعه من 2000 حتى 8 لحد وقتنا هذا. ومعايا الفراري 296 ما شاء الله. ودي اللي هو ايه لو بحب امشي كده ايه اتدلع بالليل. بس وشويه بقى جراند مثلا اللي بمشي بيها الشغل الزحمه بقى وبتاع الشغل العملي اهي جراند. بس العربيات الثانيه دي اللي احب امشي اتدنجل بيهم هي ال 911 وال 296. وزي بيخرجوا في الخروجات العزيزه اللذيذه كده. بالليل تاخد لك ايه تلف سفريه ساحل بتاعك. لا ما يعني اغلبيتها والله بسافر ب 911. بحب سواقه ال 911 على الطرق اكتر. متهيألي الفراري صعب عصبيه وناشفه. هم عاملينها حتى لو في الشارع عاملينها غصب يعني تحسها زي ما يكون داخله سباق. بس ال 296 دي الموضوع فيها بقى
احسن والعفشه سوفت اكتر اكتر وبتاع وكده. بس طبعا ايه، البورش اريح. البورش اريح. انا بحب البورش على الطرق. زوردو القعده دي قعده جميله والله انت العظيم. حبيبي، اتبسطت جدا وانا كمان جدا والله. جدا بقعدتك معايا، وانا كمان جدا. واتبسطت ان احنا حكينا للناس حدوته العنيف جت منين. يعني يا ريت ما نبقاش كلنا تقال على حد خالص خالص. وتبقى حلقه خفيفه، وان الناس ايه تحاول ان هي، اي نعم انا في ناس كتير ما تعرفنيش بتقول عليا شخصا كذا وبتاع، بس بالعكس انا ايه، او انت الانطباع الاول عنك انت قامت، بالظبط. فالقامطه دي بتدي انطباع ساعات انت تنك بتاع مش بس لا يعني هي مش كده الحياه. اديهم شافوك اهو احنا بنحكي بس اهو. المهم ان الناس ايه تبقى الحلقه خفيفه وان هم يستفادوا منها، واي حد اتفرج على الحلقه واحتاج ان انا اقدر اساعده في حاجه، انا عمري ما بتاخر على اي حد في حاجه. انا يعني من الحاجات اللي مشهوره عنك يقول لك زوردو ابن بلد قوي، فانت ابن بلد يعني زي ما انت قلت كده في المايك للناس اللي عايزينك، انا عارف ان انت فعلا بالظبط. تقف مع الناس يعني. بالظبط، وده عشان انا بحاول ان انا ما وعربيتك اللي بتطلع للسباقات وتنقذ زنقه حد يعني انت ابن بلد معروف عنك الجدعنه دي. وانت حبيبي حبيبي يا زوردو، نورتني. القعده خلصت بسرعه رغم ان يعني ما شبعتش منك. ولا انا كمان. حبيبي. المهم ان هي تبقى حلقه خفيفه على الناس وتطلع بايه بالشكل كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. اتبسطت بالقعده وانا معاك. كمان. حبيبي يا زوردو. حبيبي اشوفك على خير ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. جامد. انبسطت 100 شغل زي الفل. الحمد لله. الكلام القلب ما بيقدمش.